مساء الخير عليكم. في موضوع لازم اريد احكي بيه. طبعا اكو هذول النسوان، طبعا تحيه كبيره للنسوان، طبعا اكيد مو كلتهم، دائما اني ما اجمع يعني. هذول اللي يوصلون اخبار اهاليهم واصدقائهم وصديقاتهم لازواجهم، والله ما تستحون، ما تخجلين. يعني انت لما وصلتي لاخبارك كلها لرجلك، هو ايش دخله بين النسوان؟ طبعا اكيد تحيه كبيره للرياجيل. اكو رياجيل هم يرسلون نسوانهم انه ما يحبون هاي الشغلات. هو من اللي يطلب من نسوانه انه توصل له كل اخبار صديقاتها واهلها؟ غير الفاشل يقعد يتصنط عليها بالتليفون، ويا من الطلعين صارت عزيزه، ولما يتركها من الصبح لليل بالبيت مثل البومه ما يسال، بس صار عندها شويه صديقات او راحت يم اهلها تصير عزيزه. زين انت يا نسونجي، لانه دائما يحب هاي النوعيات من الرياجيل، تحب هاي قعده النسوان، ما تحب قعده الرياجيل. لانه اللي يحب قعده الرياجيل اكيد يكون انسان مثقف طموح. انت يا نسونجي اللي تموت على شغلات اللي قعدات النسوان، وانت اللي ما تستحين، اللي ما عندك كرامه، اللي لما تحكين على اهلك قدامه، اسال السؤال، هو بعد شو عنده قيمه لإلك يمه؟ لانه انت تنزلين من قيمتك لما تنطين باهلك وبصديقاتك. ها اذا كانوا صديقاتك خوش عالم. وثانيا انت ليش تنطين اسرارهم؟ يعني تريدين تكسبين رضاته؟ لا تخافين، بالزايد راح يحتقرك، لانه هو اصلا بلا كرامه صراحه يعني. طبعا اكيد تحيه كبيره لكل الرياجيل اللي على راسي، لكن هذول رادلهم غسل وتشعيم. قاعد يتصنت ساعة بيش تطلعين، ساعة بيش راح تروحين وياهم، وش قلتوا وش حكيتوا وش سوت وطلقت وتركت رجلها ولا رجعت. انت شلك علاقة؟ ولما تصير الطلعة يطلع لها 100 فيلم حتى ما تطلع، بس مو صوتك انت اللي ما عندك كرامة. وانت لما تريد تعرف اخبار كل شيء، ليه ما تسألها رياجيلهم شي يشتغلون حتى تصير احسن منهم؟ ليش؟ لانك فاشل، عم تدور لا شغله ولا عمله، قاعد لك من هنا لهنا 24 ساعه تركض وراها، وين راحت وين اجتي؟ بعد رزالات وام خلصت.